مباراة انتهت بالتعادل 2-2 بين الجزائر وبين بوركينا فاسو. مباراة فريمون اللي كانت صعبة جدا بالنسبة لنا حنايا. الشوط الأول جمال بالماضي كان حافظ على التشكيلة في الدفاع وفي الهجوم، ولكنه في وسط الميدان كان غير اللاعب شايبي، كان غيره بفغولي، وأيضا دخل زروقي مكان بن ناصر المصاب. شفنا وسط الميدان في الشوط الأول ما كانش فعال وما كانش عنده نجاعة كبيرة. اللاعبين كانوا مش مركزين في الشوط الأول. شفنا الهجوم كان تحرك عن طريق بلايلي وايضا عن طريق السفاح بغداد بونجاح. محرز كالعاده غائب واوت، وكانه يلعب مع فريق اخر او يلعب مع كوكب اخر. الشوط الثاني على الاضافه النوعيه والاضافه الحقيقيه. عموره اليوم أكد بأنه إضافة كبيرة لهجوم المنتخب الوطني الجزائري وإضافة كبيرة للمنتخب ككل. بعد خروج رياض محرز وأيضا بعد خروج يوسف بلايلي اللي أدى ما عليه ولكنه تعب بدنيا، دونك هذاك هو الجهد وهذاك هو الحد وهذاك هو الليميت تاع